الدب ودريسنج سلطات من اكتر الحاجات اللي ممكن تبوظ اي نظام غذائي. حالات كتير جدا بتقولي احنا ممكن ناكل اي اكلة بس لازم يكون موجود معاها السلطات او الدب. النهارده بقى هعلمك احلى دب ممكن يشرفك في اي عزومة، بس في الاول اتأكدي ان انتي عاملة سبسكرايب للقناة واشتركي كمان في التحدي 10 ايام ببلاش، هيوصلك كل يوم تحديثات التحدي وكمان هتخسي من غير ما تحسي. يلا بينا نحضر. ودايما الدب بيكون فيه صوصات كتيرة جدا بتدمر الدايت. دلوقتي هنتعلم مع بعض احلى دب ممكن تقدميه مع المشويات او الاسماك، وجبه كمان لوحده هايله جدا غنيه بمضادات الاكسده اللي موجوده في البتنجان. على فكره انا ما كنتش بحب البتنجان تماما، بس بعد ما جربت طرق كتيره جدا في البتنجان بقيت بحبه جدا جدا، والطريقه دي من افضل الطرق اللي دايما بعتمدها كمان في العزومات. كل اللي احنا محتاجينه ثمره بتنجان تكون كبيره شويه، وناخد معاها ثمره من الفلفل الاحمر، وهنحطهم على ورق زبده وهنديها رشه من زيت الزيتون وكمان رشه من الزعتر والملح، وندخلها الفرن ونسيبها لحد ما تستوي. وبقدم معاها كمان دوريتوس انا بعمله في البيت طعمه هايل جدا. وعلى فكره الدوريتوس ده كمان تقدري تعمليه لاولادك ياخدوه معاهم المدرسه، هيكون بديل عن كل المقرمشات اللي بيشتروها من بره باسعار غاليه جدا وكمان بتكون مضره ليهم. كل اللي احنا بنحتاجه رغيف واحد بس من التورتيه، وهنرشه بزيت زيتون، وهنحضر التوابل دي كلها هكتبها لكم تحت في الكابشن. هتدهني بيها العيش وهتدخليه الفرن، هيطلع مقرمش وطعمه حلو جدا. في الوقت ده كمان كان استوى الفلفل والبتنجان، حطيتهم مع بعض في الكبه. وكمان ما نسيتش ان انا اضيف له البقدونس، بيديله طعم خطير وبينقله في حته تانية خالص. وبديله رشه كمان من زيت الزيتون وشويه مكسرات عين جمل، يعني ده لزوم للدلع، لكن لو مش عندك خلاص مش مشكله خالص، ولكن انا بحب ازود مصدر للدهون الصحيه في الوجبه بتاعتي. وبكده بقى عندنا احلى دب ممكن تقدميه مع اي مشويات او مع الاسماك، وكمان ممكن تاخديه وجبه فطار هايله جدا، تضيفي لها بيضتين، او ممكن تستخدميه زي ما انا استخدمته النهارده مع بطاطس بيوري. او نسيت اقول لكم ان انا كمان ضفت له معلقه من التين اللي احنا كنا نقعناه مع بعض في زيت الزيتون. ودايما بيكون جاهز عندي التين المنقوع في زيت زيتون مع حبه البركه والسمسم، وحضرته معاكم قبل كده كتير جدا. ولو انت لسه ما شفتيش الفيديو ارجعي للقناه وادخلي شوفيه، لانه هايل جدا وهيحسن جدا معاكي كواليتي النوم وهيحسن الذاكره وهيحسن مودك جدا، وده احسن مضاد اكتئاب ممكن تاخديه. وبكده هنكون حضرنا الدب اللي هو كان جزء النهارده من التحدي اللي رابع يوم للتحدي المجاني لنزول الوزن. وما تنسيش لو انت لسه ما اشتركتيش في التحدي اكتبي كلمه تحدي تحت هيوصلك التحدي مجانا. ولو انت لسه عايزه تسمعي فيديوهات تانية لينا ما تنسيش تفعلي الجرس وتتابعي القناه. شكرا.